اسمع معايا بقى الخبر ده يا معلم. كريستوفر نولان بيقرر يصور الاوديسا بكاميرا اي ماكس يا اخوانا، وده يعتبر اول فيلم يتم تصويره بالكامل بالكاميرا دي. طب هتقول لي ايه المشكله؟ هقول لك اولا مفيش غير 26 كاميرا اي ماكس في العالم كله لغايه دلوقتي. كاميرا اي ماكس كاميرا فشيخه، السنسور بتاعها 75 مللي، الكاميرات العاديه اللي بيتصور بيها الافلام 35 مللي، يعني ضعف المساحه، فهتجيب لك تفاصيل اكتر، الالوان هتبقى احسن، العزل هيبقى احسن، ده غير ان الجوده بتاعتها بتوصل ل 18K. الكاميرات العاديه اللي بيتصور بيها الافلام بتاخرها 4K، واحنا بنتفرج على اليوتيوب ب 360 عشان نوفر في الباقه. بس في مشكله كبيره يا معلم، ان الكاميرا دي غاليه جدا جدا، ايجارها غالي جدا. لو صورت منها دقيقه واحده الفيلم بتاعها بيوصل حرفيا ل 100 متر، 100 متر في دقيقه، يعني الفيلم اللي مدته ساعتين 120 الف متر. فعشان تمنتج فيلم زي ده بتحطه في آلة معينه بيعاد تدويره اشبه بمصنع كامل، فتعتبر غاليه جدا جدا جدا. ده غير طبعا ان الكاميرا تقيله ومحتاجه واحد متدرب كويس عشان يشيلها ويصور بيها، ده غير ان صوتها عالي جدا جدا، فبتغطي على صوت الممثلين احيانا، بعيدا عن انها مرهقه جسديا بس بتصعب عمليه المونتاج جدا. كل ده عشان تطلع لك باحسن جوده ممكنه تتفرج فيها في افضل سينما في العالم، سينما اي ماكس. نولان بيحب الكاميرا دي جدا، بيحب يصور بيها افلامه، والمره دي قرر يصور بيها فيلم كامل مش مشاهد معينه. قول لي رايك في الكومنتات وبيس.